بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم تحية الإسلام الخالدة، وأرحب بكم أيها المشاهدون والمشاهدات في رحاب هذه الحلقة، وهي رقم 119 من قناة سلام الإعلامية المباركة. وأسعد كثيرا أن ألتقيكم أسبوعيا عبر برنامج مع اللغة العربية. لئن كان الناس مشاهدي الكرام يحتفلون آه، كلما أطل بين قوسين ما يسمى بيوم اللغة العربية العالمي، ينتظرون حولا كاملا ليحتفلوا بها بذلك اليوم بشكل أو آخر. فإننا لنا عظيم الشرف نحن في هذه القناة المباركة أننا نحتفل بهذه اللغة في كل لحظة، و ونعمد إلى احتفال مباشر وحديثا إليكم وأنتم كذلك أسبوعيا. فلله الحمد من قبل ومن بعد أننا نحتفل بها كل يوم، حيث هذا البرنامج هو متاح على اليوتيوب وعلى قناة سلام وشبكاتها المختلفة. إنه موجود أينما في أي وقت أردت أن تستمع إلى برنامج مع اللغة العربية، وفي برنامج في شرف اللغة العربية كذلك مع الدكتور حامد، له التحية. فنقول الحمد لله يعني أننا نحتفل دائما ولا ننتظر حولا كاملا. ولذلك نقول للذين ينتظرون عاما ثم ينشرون هنا وهناك، احتفلوا بهذه اللغة يوميا، أولا من خلال التوجه إلى كتابه سبحانه وتعالى وقراءته دوما، ثم التفقه وتعلم هذه اللغة ومعرفة فنونها وجمالياتها وسحرها وتميزها كذلك من بقية اللغات يعني. وآسف لم أبدأ بالآية المباركة التي دوما أبدأ بها. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، صدق الله العظيم. آه أرحب بكم مرة ثانية. كان لابد أنه الأسبوع الفات وأنا أسجل هذه الحلقة، وهذه الحلقة طبعا تأتيكم بعد فترة طويلة من الاحتفال باليوم العالمي، لأنه أسجل هذه الحلقات منذ وقت مبكر يعني. ولذلك هذه الحلقة تم تسجيلها أيام الاحتفال بيوم اللغة العربية العالمي. يعني هكذا عنا الذين يحاربون اللغة العربية، فقالوا نعمل يوم واحد واحد فقط بس عشان تحتفل الناس باللغة العربية، والأيام الثانية ينسوها. فجماعتنا من المسلمين والأعراب العاربة والمستعربة ينتصروا ذلك اليوم. هذا شيء غريب، أنا ما أؤيد هذه الفكرة يعني. ينبغي أن تحتفل، وعشان كده نحن ما عملنا برنامج خاص اليوم العالمي للغة العربية منذ أن أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه العزيز، وآخر رسول أرسله وفي يده دستور الأمة القرآن الكريم، فإن اللغة العربية نالت شرفها ومكانتها بين الشعوب والأمم. ولذلك المسلمون يحتفلون بهذه اللغة يوميا، 5 احتفاءات رسمية اللي هي الصلوات الخمس المفروضة. وحتى ما تكون هذه اللغة شاهدا على المسلمين وغير المسلمين لحكمة سبحانه وتعالى، جعل من الخمس 3 منها جهريات، 3 منها جهريات كما نعلم جميعا، و2 سرية. ودعانا أن نتدبر ونقرأ القرآن، وأنت تصلي الصلوات الخمس، حتى الذي ليس في قلبه إيمان يستمع إليك، إنسا جنا ودوابا وأشجار، وأنت تتلو هذا القرآن الكريم. وكل شيء يسبح بحمده ولكن لا نفقه تسبيحهم كما في الآية الكريم يعني. ولذلك أليس هذا احتفاء أيها المشاهد الكريم؟ المسلم يحتفي باللغة العربية 5 أوقات ويقرأ
بلغة عربية فصيحة، كلاما، بيانا وحكمة وتنزيلا من لدن حكيم عليم. أليس عيبا أن نحن كمسلمين وعرب ننتظر بالله سنة كاملة عشان نقول نحتفل بهذه اللغة العربية؟ وهذا استهبال واستهتار. أنا في رأيي ينبغي أن نخرج منه، ولا نعمل يوم مخصص للغة العربية الاحتفال بها. الاحتفال باللغة العربية التمسك بقيم اللغة العربية اللي ثبت الإسلام، التمسك بقيم الدين الحنيف، التمسك بالمبادئ، الاعتصام بهذه اللغة، والافتخار بأنك أنت تتحدث لغة عربية، ولغة غنية وتكلمنا فيها كثير يعني. فأنا أقول إنه الذين ينتظرون عاما كاملا لكي يحتفوا باللغة العربية، مع الأسف الشديد يجهلون مكانتها تماما. يعني معقول أنت تحتفل مع العجم ومع مع ال مع الأجانب باللغة العربية، وأنت اللغة العربية ينبغي أن تحترمها وأنت تمارسها يوميا، يعني في صلواتك وفي دعواتك وفي حلك وترحالك. يعني لماذا تنتظر؟ يعني دي واحدة من السياسات والضحك على الشعوب، أنه يخصص يوم وبتاع. وسيأتي علينا يوم كامل ممكن حتى الاحتفال باللغة العربية، مش عاملين يوم كامل للغة العربية. يمكن أن يقول لك هذا العام سنحتفي بألف وباء وتاء فقط، بس شعار. ما في ناس قاعدين جالسين يعني يستهبلوا على الناس يعني. والسنة القادمة حسب هواهم يعني، ألف باء تاء ثاء. هذا العام سنحتفي بجيم حاء خاء، والباقي أنساو. يعني معقول نكون بهذه السذاجة وهذا التعامل؟ يعني أنا أشوفه يعني والله شيء مخجل. يعني ينبغي أن نعتز بهذه اللغة ونمارسها ونتحدث بها ونتفقه فيها، ويعني وتربطنا بها قيم. يا أخي هذه اللغة بتحمل قيم، ما في لغة في الدنيا بتحمل قيم أخلاقية في أحشائها مثل هذه اللغة العربية. واللغة العربية حتى أنت تراها يعني عند الأجانب الذين يتعلمون اللغة العربية عن كبر وما إلى ذلك، يعني إذا سألتهم ونصحوا ويقول لك غير اللغة والمفردات وبقيت أقرأ وكده بتاع، اللغة العربية بتحمل قيم ومثل وأخلاق. والله ما موجودة هذه القيم والمثل والأخلاق في اللغات الثانية، على رأس اللغة الإنجليزية. يعني نحن ما بنعرف اللغة الإنجليزية زي ما بنعرف اللغة العربية، لكننا لسنا بعيدين منها يعني بحكم التواجد يعني. ولذلك ما فيش قيم. وحكاية أن اللغة هي مجرد تواصل، بس أداة للتواصل بتاع، هذا دايرين يعملوا اللغة العربية زي اللغة الإنجليزية والفرنسية وما إلى ذلك، وأي رطانة موجودة في هذا الكون يعني فقط للتواصل. اللغة العربية شئت أم أبيت، أول ما تتعلمها وتدخل في علومه وبحوره وشعره وأدبه ونثره، يعني بتكتشف إنه هذه اللغة في مكنونة قيم أخلاقية وقيم ومثل ما تجدها، سواء كان قيمنا في الجاهلية أو ما بعد الإسلام، عندما هذب الأخلاق وقومها ووضعها في قوام إنساني نبيل وأخلاقي عالي. معقول يا أخي تنطلي علينا مثل هذه القيم؟ ننتظر سنة كاملة عشان نقوم ننشر في صفحاتنا ولا بتاع؟ يعني ماذا تعني إنك أنت تنشر حاجة قطعة صغيرة بتاع؟ أنت كلما جاء اليوم العالمي الاستهبالي هذا اللي يعملوه الجماعة غير العرب، أسأل نفسك ماذا عملت من أجل هذه اللغة؟ أو ماذا ساهمت فيها؟ سنة كاملة أجرت حساباتك. ماذا أي كتاب قرأت باللغة العربية؟ باللغة العربية أنا أتحدث عن اللغة العربية. أي كتاب قرأت؟ أي سورة تأملت؟ أي قصة من قصص العرب وحكاياتهم وبطولاتهم؟ هذه اللغة بالمناسبة ما فيها يعني ميوعة كده ذات، ولا فيها
يعني كده انكسارات وكده. لغة شامخة، والذي يتعلم اللغة العربية يبقى شامخ يعني. شامخ يعني لأنه اللغة ترفع من قيمك. وأي زول إذا شفتوه منكسر، غير التواضع والحاجات دي، برضو الناس تشوف التواضع، من تواضع لله رفعه. ويعني رحم الله امرأ عرف قدر نفسه كذلك. أي إنسان إذا رأيتموه منكسر شوية وبتاع، غير التواضع، هذاك التواضع شيء آخر يعني. لكن التواضع كمان لا يعني انكسار وذلة ومهانة. إن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. المؤمن عزيز، والمؤمن ينبغي أن يكون رافع رأسه. هذه اللغة ما فيها انكسار. وأنا في تقديري من خلال معرفتي بهذه اللغة وآدابه وفنونه وقيمه ومثله وأخلاقه، إذا رأيت رجلا عربيا منكسر ساكت كده، يعني عامل كده بتاع، أعرف أن هذا الرجل لا يعرف اللغة العربية تماما. يا أخي اللغة لا يمكن أن تتحدثها أنت ذاته منكسر، وأنت تتحدثها يا أخي. لغة البيان. لا يمكن أن تتحدث اللغة العربية وأنت عامل كده على فكرة. ولذلك أنا لما أدرس طلابي أقول لهم: أفردوا وجوهكم وضعوا أيديكم تحت، يعني عشان الكلام ده يطلع، لأن الكلام ده ما لغة إنجليزية ولا فرنسية ولا ألمانية ولا، ليست عجمة، هذا لغة البيان، ينبغي أن تبين ما تقول. ولذلك أنا لا أتوقع أن واحد يتكلم عربي بالراحة كده: مشاهدين السلام عليكم. لا، ما هذه لغة لا تقبل. ممكن لغات تانية تقبل يعني. أنا لا أدعو إلى صراخ وكده بتاع، لكن هذه لغة ذاته يعني تعلمك البروز والشجاعة والإقدام، تحدث كيفما شئت. ولذلك أنا أقول أي واحد منكسر أكثر من اللازم ما عارف لغته دي بالمناسبة. تعلموا هذه اللغة عشان ما ترفع من شأنكم. وقديما هناك لامية معروفة، لامية العرب للشنفرة: أقيموا بني أمي صدور مطيكم، فإني إلى قوم سواكم لأميل، فقد حمت الحاجات والليل مخمر، وشدت لطيات مطايا وأرحل. وعندما يقول: أديم مطال الجوع حتى أميته، وأضرب عنه الذكر صفعا فأذهل، وأستف ترب الأرض كي لا يرى له علي من الطول امرؤ متطول. يا أخي رجل، شفت لكم في الأدب العالمي ده كل واحد يستف تراب الأرض حتى لا يتطاول عليه امرؤ متطول أن يقول له: أسديت لك يوما ما معروفا وهكذا. والله أنا أشك في أي أدب تاني ما موجود، ما في. كل الآداب، كل اللغات، ولذا كل اللغات فيها قدر من الانكسار والذلة والمهانة وبتاع سوري وحاجات كده يعني. يعني حتى أنت عندما تعتذر باللغة العربية تعتذر باعتراف وشهامة يعني. وأي لغة مرتبطة بهذه اللغة من قبيلته برضو فيها شهامة وعزة حقيقة يعني. لكن هي تأخذ بقدر معرفة الإنسان بهذه اللغة العربية، حتى لو كان يتحدث بواحدة من اللغات السامية. أنا أميل إلى ذلك. حتى كل ما يربط هذه اللغة من لغات أخرى من جذور وحدة، برضو فيها قدر من السمو والرفعة والعزة والمهابة يا أخي. بالله يعني أنا ما عارف، لو أخذنا كل الخطابات يعني، آه، في عالمنا الجديد هذا مثلا، الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية وناس تشرشل وما بعرف شنو، والخطابات والزعماء الكبار اللي بيقول عليهم وما بعرف ناس موسوليني والدكتاتوريين وغيرهم، حللوا خطاباتهم. امسكوا أتقن خطاب، يعني أبلغ خطاب غير اللغة العربية، جيبوا أبلغ خطاب وجيبوا خطاب واحد. جيبوا خطاب الحجاج بن يوسف الثقفي مثلا. الحجاج بن يوسف الثقفي المختلف حوله، خدم الإسلام وظلم المسلمين وما إلى ذلك، ده شيء آخر. لكن جيبوا خطاب واحد مثلا، أنا أقول على سبيل المثال، أو جيبوا كده الأنبياء، النبي محمد صلى الله عليه وسلم
ربما تقول ذلك له عصمة وله مكانة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، على الرغم من أنه في بشريته كبشر له يعني أشياء، يعني كبشر برضو له خطابات، يعني 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 نعم، هو كل ما يقوله هو يعني في التشريع هو وحي، لكن كبشر برضو عنده زينا، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الآية. كده يعني خطاب المصطفى صلى الله عليه وسلم له مكانته الشرعية والمنهجية والتوجيهية. نأتي إلى الخلفاء الراشدين، جيبوا خطوا الخطاب الذي ألقاه الخليفة الأول أبو بكر بعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وخطوه نخط في مقاييس البلاغة وال 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 والوضوح والقوة والجزالة الأفكار الواردة فيه. وهكذا والله لو مسكت خطاب أي قائد من قواد المسلمين في معركة من المعارك والخطاب الذي يوجهه، أنا ضربت مثال الحجاج، جيبوا خطابات الإمام علي رضي الله عنه خليفة الرابع، وسيدنا عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا، والتابعين، وجيبوا حتى الخطابات الفتوحات، خطابات سيدنا خالد بن الوليد، وخطابات يا أخي صلاح الدين الأيوبي. نأتي إلى شيء قريب لذلك تلك الأحداث. جيبوا خطاب صلاح الدين الأيوبي الذي ألقاه وهو يفتتح ويحرر الأقصى، خطاب بليغ. أنا كنت أستمع إليه قبل أيام من الشيخ السويدان، دكتور السويدان، والله خطاب يعني طبعا خطاب طويل، وخطوه قصاد أي خطاب مقابل أي خطاب من الخطابات العالمية دي، من الحرب العالمية الأولى لحد اليوم. والله تجدونه خطابات فجة، خطابات ما فيها صحيح فيها السطوة والسلطان وإلى ذلك، لكن أي خطاب عربي هو لا يشبه إلا هذه اللغة، لا يشبه إلا هذه اللغة. صحيح في الأمة العربية والإسلامية اليوم في انكسارات، وأنا لا أتحدث عن أين نحن وأين مكانتنا، أنا أتحدث عن هذه اللغة. وإذا عاد الناس المسلمون والعرب إلى هذه اللغة فإنني على يقين تام إن هذه اللغة سترفع من شأنهم، سترفع من شأنهم، وسيصبحون كما أقول كثير في أشعاري سيكونون أعزاء بعد أن هم اليوم أذلاء منكسرين. لذلك ما في مقارنة. فهذه اللغة تعلمك العزة، مش التكبر والتجبر، لا، تعلمك كيف تكون عزيزا بذاتك التي بين جنبيك. تحدث هذه اللغة ستشعر بأنك أنت عزيز. هذا مدخل سيداتي سادتي تعليقا على اليوم العالمي للغة العربية، الاستهتارات اللي عملوها الشعوبيون، خلونا نقول الذين يكرهون العربية وناسها، الشعوبيون، منسحب عليهم كثير من من الذين لا يفهمون لماذا، ما هي الأهداف من تخصيص يوم واحد، يوم واحد. غريبة، أليس في ذلك ظلم؟ بالمنطق كده كيف تقبل اليوم العالمي للغة العربية اليوم نحتفل بها والباقي خليه؟ ليه؟ إنها قسمة ضيزة. عموما مشاهدي الكرام، أنا كل يوم كنت أحدث نفسي متى سأقرأ الميمية للمشاهدين الكرام. اليوم ارتأيت وأنا نسوح في حدائق الشعر وهكذا في هذه الحلقة رقم 119 أن أقرأ عليكم الميمية، ميمية شريف، أنا هكذا عنونتها. كتبت عام 1900 عفوا عام 2019 قبل 4 سنوات، وداخلين على السنة الخامسة اليوم، يعني مع بداية العام.
لست أدري في أي شهر كتبت، لكن أنا يعني هي هحكي لكم قصة هذه الميمية. لكن قبل أن أحكي قصة الميمية، دعوني أقول شيء عن بيت شعر علق في ذهني منذ العام 1985، حيث الدورة المدرسية هي مرتبطة بفكرة أدبية شعرية تعود إلى 34 عام. غريبة، يعني حياة الشعراء حاجة غريبة يعني. ولذلك الشعراء هم غير الناس العاديين. حيث شاركت بحمد الله في الدورة المدرسية رقم 25 في عهد الرئيس السوداني جعفر نميري رحمة الله عليه. فكانت الدورة المدرسية رقم 25 بمدينة الدويم في وسط السودان، النيل الأبيض. كانت الدورة المدرسية منظمة هناك، من كل أقاليم السودان التقينا هناك. شاركت كطالب في المرحلة الثانوية بالإلقاء الشعري. تختار قصيدة معينة وتقدمها وتتنافس، ثم تصعد إلى أن تصل أو يكون انسحبت. فوأنا في الصف الثاني ثانوي ممتحن للصف الثالث وبعدها للجامعة. ف وكنت ساعتها أعمل في الإذاعة المدرسية كرئيس للإذاعة المدرسية. فأعلن في المدرسة إنه مسابقة الإلقاء الشعري، فسجلت اسمي لأنه مولع بالشعر وبتاع. والوقت ذاك لسه أنا ما يعني في بدايات كده، لكن لسه ما لم أتبين طريقي في الشعر، لكنني أحب الشعر منذ أن كنت طفلا. بحفظ كمية من الأشعار والمدائح وما إلى ذلك. فسجلت اسمي، فتنافست مع الطلاب في المدرسة الأكاديمية الثانوية كسل الأكاديمية اسمها كده. فكنا زي تقريبا 8 أو 9 طالب. ففي الإلقاء الشعري، فن الإلقاء الشعري، فن الأداء، فزت على مدرستي بحمد الله. واخترت ساعتها أن أشارك في الإلقاء الشعري بقصيدة لأبي الطيب المتنبي رحمة الله عليه. والقصيدة هي رثاء لأبي شجاع فاتك، كان من فرسان دولة بني حمدان. فأبو طيب المتنبي توفي أبا شجاع فاتك في معركة من المعارك بتاعت سيف الدولة الحمداني. فأبو طيب المتنبي رثى هذا الشاعر بقصيدة قوية. أنا عجبتني القصيدة، وما بعرف لما اخترت رثاء، لكن في الرثاء فيها قيم وشجاعة وقوة بتاعت أبا شجاع فاتك وكده. فاستهوتني القصيدة وحفظتها شاركت بها في المدرسة مع طلابي من أولى وثانية وثالثة. تبدأ القصيدة: الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع، يتنازعان دموع عين مسهد، هذا يجيء بها وهذا يرجع. كنا نظن دياره مملوءة ذهبا، فمات وكل دار بلقع، وإذا المكارم والصوارم والقنا وبنات أعوج كل شيء يجمع، أيموت مثل أبا شجاع فاتك ويعيش حاسده الخصي الأوكع. يعني قصيدة بتهزك يعني، ويذكر بكل المحاسن والبطولة والشجاعة والشهامة والإقدام. ففزت، ويعني أدائي كان أفضل من مجموعة وفزت الحمد لله. وكانوا في لجنة التحكيم عدد من شعراء مدينة كسلة، شاعر حسان أبو عاقلة رحمة الله عليه، وعدد آخر من شعراء مدينة كسلة. وكان ابن حسان أبو عاقلة مشارك معنا في المنافسة الشعرية، في منافسة الإلقاء الشعري. ففزت، وكان رجل أمينا، يعني كان ممكن يفوز ولده. لست أدري الآن هل هو يكتب الشعر، لكن شارك
بقصيدة من القصائد. هل هي كانت، وكانت القصائد كلها قصائد فصحى، يعني تختار أنت أي شاعر، وربما اختار شاعر للشعر من أبيه عموما. ففزت على مدينة كسل، على فصول المدرسة الثانوية، ثم على نطاق كسل دخلنا مسابقة ثانية اللي هي نحن ومدرسة الحاج موسى. فقلت أغير القصيدة، فأشار إلي أستاذ اللغة العربية محمود شكري أبو حلقة رحمة الله عليه، وكان متقدم في العمر ساعته، مصري. فقلت له أغير القصيدة، قال لي لا ما تغير، امشي بها، لأنه اختيارك للمتنبئ فيه درجة. فهمت ساعتها. ففزت على مدرسة كسلة، نحن ومدرسة كسلة، يعني أنا واحد من مدرسة كسلة، مدرسة الحاج موسى الثانوية. ثم دخلت منافسة على مستوى الإقليم الشرقي كله، اللي هي كسلة والقضارف بورسودان وحلفة أعتقد. والمهم، وكان الأداء الشعري أو إلقاء الشعر في مسرح تاجوج بمدينة كسلة. برضو الأستاذ شكري أبو حلقة قال لي لا تغير هذه القصيدة، القصيدة دي تمشي بها الدويم إن شاء الله. فشاركت وفزت، فزت على مدارس الإقليم الشرقي. ساعتها كان الولايات الثلاثة اليوم، وأسأل الله أنه تهدأ أمور السودان العزيز الوطن الحبيب يعني. ففزت على المدارس، على الولايات الثلاث. فتوجهت مع الفريق المتوجه إلى الدويم، حيث الدورة المدرسية كانت منظمة في ذلك الوقت هناك. والمناسبة كانت الاحتفال باليوبيل الفضي لتأسيس بخت الرضا. بخت الرضا هو معهد تأهيل المعلمين في السودان يعني. فكان العام 25 لتأسيسه، فنظمت الدورة المدرسية هناك. توجهنا من مدينة كسلة ب5 مناشر، الإلقاء الشعري وكنت أنا أمثله، ثم كان عندنا برضو كرة القدم، برضو فريقنا فريق المدرسة كان فائز على الإقليم الشرقي كله، ثم المسرح، ثم الغناء يبدو لي. المهم 4 مناشر. توجهنا إلى مدينة الدويم. في مدينة الدويم طبعا المنافسة على مستوى السودان، الولايات كلها طبعا جاي من الولايات برضو، بما فيها مدينة الدويم، حيث الاحتفال باليوبيل الفضي لتأسيس بخت الرضا. كان عددنا مجموعة من الطلاب المتنافسين في الأداء الشعري. أذكر فيما أذكر من الحكام هاشم ضيف الله يرحمه، مربي جليل، كان موجود في لجنة التحكيم. وأعتقد فراج الطيب ربما كان موجود رحمة الله عليه في لجنة التحكيم للإلغاء الشعري. طبعا أنا تمرست في الأداء من مدرستي ثم كده، فالحفظ كان مستقر تماما والأداء متطور وما إلى ذلك، إلى أن دخلت المنافسة الأخيرة على مستوى السودان. فقدمت قصيدتي بطريقة راضي عنها أنا، وكنت متوقع أنه أن آتي الأول يعني على مستوى السودان. فإذا بها واحدة من طالبات مدينة الدويم تقدم قصيدة. القصيدة تقول: سجل مكانك في التاريخ يا قلم، فمن هنا تبعث الأجيال والأمم. والله بيت يعني أنا حفظته كيف ما بعرف. حفظته لأنه هزمني يعني من الدرجة الأولى يعني لم آتي الأول، فلذلك أحسست بوجع يبدو لي كده. فحفظتها مطلع القصيدة. ألقتها بنت من بنات الدويل، والقصيدة تتحدث عن المناسبة ذاتها، مناسبة الاحتفاء باليوبيل الفضي لبخت الرضا. وأعتقد أنها نالت درجة. أولا حسن الاختيار، قصيدة المتنبي طبعا أقوى، لكن المناسبة، مناسبة الاحتفاء ذاته أكيد فيها درجة. إذا كان اختيار المناسبة ذاته، اختيار القصيدة المناسبة للمناسبة ذاتها 10 درجات مؤكد. البنت لها التحية، أنا ما بعرف اسمها،
ولا عرفية وين. الكلام ده قبل 34 عام. ولذلك أكيد لو ما 10 درجات أخذت 8 أو 9. المتنبي طبعا بشموخه وعلو شعره كده مع بخت الرضا المناسبة لا، أكيد ادوني أقل منه. المهم فازت علي البنت بكذا درجة، 4 5 6 درجات أعتقد يعني. فجاءت هي الأولى، ثم جاء العبد لله الثاني على مستوى السودان. وأعطينا جوائز. جائزتي كانت ساعة حائطية أو ساعة توضع على المنضدة، يعني ساعة مكتبية يعني. تأبطتها طبعا، مشيت بها من الدويم لكسلا، وفرحان وفي نفس الوقت زعلان. زعلان لأني ليه ما جيت الأول على مستوى السودان. والبنت برضه أدوها هدايا، هديتها ما بتذكرها. لكن هذا البيت الذي ضربني في الصميم يعني، تقهقرت قليلا بلا حول منه ولا قوة. هذا البيت علق بذهني منذ 1985. قالت فيه: سجل مكانك في التاريخ يا قلم، فمن هنا تبعث الأجيال والأمم. إضافة إلى أداء كان جيد حقيقة، وهي أنثى بنت. سجل مكانك في التاريخ يا قلم، فمن هنا تبعث الأجيال والأمم. كانت تقول بالطريقة دي، أنا كنت بقول بطريقتي كمان يعني. لكن طبعا الأنثى برضو لها أداء ولها كده بتاع. لكن حقيقة أنا كنت بشوف نفسي بس أنا ما في زول يلحقني في الأداء. ولا بد تكون أنت عندك هذه الثقة. فجيت الثاني كده بس مكسور الجناح كده بتاع. فعلق هذا البيت في ذهني 34 سنة، إلى أن جاءت المناسبة الكبيرة التي هزتني من الأعماق، وهي وفاة الشهيد البطل المجاهد الحاج موسى محمد نور. حاج موسى محمد نور يعني وصلته يد الظلمة والفجرة، فمات مأسوفا عليه شهيدا يعني. استشهاده بتلك الطريقة في السجن ويعني هزاني هزا عميقا بأمانة يعني. فقلت يا أخي، إلى متى يستسلم هذا الشعب؟ إلى متى؟ ما هذا الهوان؟ ما هذا الهوان في هذا الشعب؟ فاستليت سيفي الأدبي والشعر، والحمد لله إنه الميمية دي جاءت بعد 34 سنة تجربة من الشعر، الحمد لله. فجاءت ميمية ولم أتوقف. وأنا أطول قصيدة كتبتها في البداية يعني كانت هي 120 بيتا في الميمية، والحمد لله وفقت فيها توفيق كامل. ودخلت فيها كمية من الهنا. طبعا لم أترك لهذا الشعب شيئا، حكومة ومعارضة ومقاومة وعلماء ومفكرين وإعلاميين وقضاة واقتصاديين وشباب، ما تركت شيئا. فقلت: ما هذا الهوان؟ هذا شعب لا يشبه تاريخه ولا يشبه بطولات ولا. من نحن؟ من أين جئنا؟ معقول يا أخي نصل إلى هذه المهانة وهذه المذلة؟ ولذلك وجعي كان فيها قوي، وكتبت فيها دون توقف. تقريبا أخذت مني أسبوعان 10 أيام لا أدري، بس لكن كتبت بروح كده. لم أكتب قصيدة مثلها في ذلك الوقت، وكانت أولى قصائد الطوال. واحدين سموها المعلقة، واحدين سموها الألياذة، واحدين سموها. أنا مطمئنا قلت هذه ميمية شريف، ميمية تكفيني شرفا أسميها الميمية ومرفوعة. وهي من البحر الكامل أعتقد، بحر الطويل أعتقد، عفوا بحر الطويل. وأخاكم لا يعرف البحور دي كثير يعني، بكتب بها لكن في علم العروض وكذا لا أهتم به كثيرا. هذه قصة القصيدة الميمية. أنا عملت هذه المقدمة حتى ما يكون الإنسان
المشاهد الكريم والمشاهدة الكريمة في صورة كاملة. فذلك الوجع الجديد ده ذكرني بالوجع القديم بتاع 34 سنة اللي فازت علينا الطالبة، وهي شاعرة مجيدة. أكيد في الوقت ذاك الذين كلنا كنا في المنافسات وفي الإلقاء وبتاع، كلنا كنا، اليوم هم شعراء أحياء وأمواتا. وأنا عندي قناعة إنه الإنسان بعد ما هنا برضو الشعر ده يظل موجود، يعني زي ما قال الشاعر: ما زلت تتعب مصطفاك وتتعب يا شعر، قل لي أين منك المهرب، من قبل تكويني أراك معذبي، وأخال بعد الموت منك أعذب. نسأل الله حسن الخاتم. عموما فهذا مدخل وفاصل قصير أيها المشاهدون الكرام، وأعود إليكم لأقرأ عليكم دون تعليق، فقط حأقرأ القصيدة كما هي الميمية إن شاء الله. فابقوا معي ومع قناتكم قناة سلام الإعلامية المباركة. لحظات وأعود إليكم. مشاهدي الكرام، نحن قد عدنا إليكم بحمده تعالى. الآن سأقرأ القصيدة دون تعليق على الكلمات ودون الشرح. ربما نعود في يوم من الأيام إذا اضطرينا إلى الشرح، ممكن. الميمية تبدأ هكذا: سدد سدد سهامك وامضي أيها العلم، سدد سهامك وامضي أيها العلم، واشفق على زمن أضناه ما وصموا، وانشد رياح البلا في أمة رضيت عيش الهوان وفي أعناقها ذمم، وانشد رياح البلا في أمة رضيت عيش الهوان وفي أعناقها ذمم، قوم يلوكوا أساهم كلما نزلت بلوى على قبرهم أتتهم حمم، رهط إذا هتك الضليل عرضهم، لاذوا بصمتهم يا ويحهم بكم، جمع إذا اغتصب الفرعون غادتهم، باسوا يديه وفي طاعاته هرم، رهط إذا هتك الضليل عرضهم، لاذوا بصمتهم يا ويحهم بكم، جمع إذا اغتصب الفرعون غادتهم، باسوا يديه وفي طاعاته هرم، إذا تنادى همام أن هلم إلى سوح الحياض، تعجب كيف رده، فمن يقول ترانا قد ألم بنا حكم الزمان وأزكى عندنا الألم، ومن يرى غير هذه في بلهنية لا ذل ينكأه لا الموت لا الظلم، وإن دعاهم صفيق نحو مأدبة ساد التهكم فيها والبغضاء والسخم، صالوا وجالوا نشاما في عروضهم هتكا وفتكا وأمنا مع عدوهم، لا يفتؤون حديثا في مهانتهم كأنهم قد نسوا أن الهوان هم، لا يفتؤون حديثا في مهانتهم كأنهم قد نسوا أن الهوان هم، بكوا على وطن باعوا كرامته، تصارعا في سناه العي والرمم، لفوا حزام الخنوع في أفواههم كأنهم في جنان البؤس قد نعموا، فذا يعانق ذيلا بات يفقؤه
وذا ينادم عشقا أيكه سقم، وذا يجمل حزبا لا وجود له، حتى ما يا قدر الأحزان تقتتم. وذا يجمل حزبا لا وجود له، حتام يا قدر الأحزان تقتتم. حتام لا موت ولا فجع يقوض السوم من نفس الذي جرم. جرم الحفيد على حلم الشهيد قضى، اكتب كتابك للتاريخ يا قلم. جرم الحفيد على حلم الشهيد قضى، اكتب كتابك للتاريخ يا قلم. دون لمن عشقوا في الطعم أفسده، وأدمنوا الذل حتى استيأس العدم. تلك المذلة عمرا لا فناء لها بين الربوع، وقد أضناه ما هدم. ليت الأراضين السبع تدري أن بها، ليت الأراضين السبع تدري أن بها أشباه قوم أناس لا عدل ولا قيم. إن حدثوك حديث الأمس خلت بهم، نفس أبية للعلياء تستقم. وإن تبعت خطاهم في حقيقتها وجدتها عوجا بالصدق ترتطم. لا يستقيم ظلال عوده عوج، ولن يرى النور من بالأمت يعتصم. ولن يصل امرؤ غاياته أبدا ما لم يهزهزه الإصليت والسدم. ما لم يفارق هوى التطبيل منزلة، وينكح العزم إذ يرضى به الشمم. لا يستقيم ظلال عوده عوج، ولن يرى النور من بالأمت يعتصم. ولن يصل امرؤ غاياته أبدا ما لم يهزهزه الإصليت والسدم. ما لم يفارق هوى التطبيل منزلة، وينكح العزم إذ يرضى به الشمم. أكلهم خور أم كلهم دمن؟ تشابها عندنا الأنوار والظلم. وكم لففنا الخنا في عقلنا شركا، يهيم في بحرنا الصعلوك واللؤم. وكم وضعنا الأسى في عيننا كحلا، ومن به لعنة هيهات يبتسم. وكم وضعنا الأسى في عيننا كحلا، ومن به لعنة هيهات يبتسم. ومن به سقط لا حلم يرفعه نحو العلا أبدا، لا الخوف لا الصمم. ومن به سقط لا حلم يرفعه نحو العلا أبدا، لا الخوف لا الصمم. أطلق رماح القوافي غير مكترث، دمعا على وجع ينقض ينفصم. تثاقل القوم أرواحا بلا شمم، تلاقحا سوء من ضلوا ومن علم. أعيدها نظرات منك صادقة، أن تحسب الشحم في من شحمه ورم. هذا البيت للمتنبي اقتباس. أعيدها نظرات منك صادقة، أن تحسب الشحم في من شحمه ورم. صه فإن زميم القوم في دعة حكما، وأن فدى الأوطان منصرم. وكيف يسلق عبد صه فإن زميم القوم في دعة حكما، وأن فدى الأوطان منصرم. وكيف يسمق عبد لا حياء له، وقد خوى عوده واستوطن الألم. واستعذب الناس أحزابا تبعثرهم، كما تبعثر قرأها البهمات والغنم. واستعذب الناس أحزابا تبعثرهم، كما تبعثر خرأها البهمات والغنم. عجر اللسان إذا ما استنصحوا هبة،
عجم اللسان إذا ما استنصحوا هبة، فصح اللسان إذا أشقاهم صنم، فبعضهم ساجدا في وهمه خورا للعلج للطاغي والأجداث تنتظم، وبعضهم راكعا في حزبه ثملا كما الغريغ بحبل الموت يلتحم. غالوا على حقهم، جاروا على نفسهم. غالوا على حقهم، جاروا على نفسهم، إذ ليس في السوح معصوم ومعتصم. ماذا أقول لكم يا أمة جبنت، بل أمة أيست من فجرها الأمم. ماذا أقول لكم يا أمة جبنت، بل أمة أيست من فجرها الأمم. مهلا مهلا فإن هداة القوم قد رحلوا، مهلا فإن هداة القوم قد رحلوا، واستعمر الأرض مهزوم ومنهزم، ولقب الذئب حمدانا وثعلبة كأم عمرو، بها الأمثال تختتم، وجمل القبح أسماء مزيفة، حتى الفوارس منهم قد عموا وصموا، ونصب القرد مسؤولا ومشورة، وكل ذي سبة الخصم والحكم. ونصب القرد مسؤولا ومشورة، وكل ذي سبة الخصم والحكم. دانت لهم دولة الماخور، كيف له يشارك الفحش عرنين ومحترم. دانت لهم دولة الماخور، كيف له يشارك الفحش عرنين ومحترم. وقد توشح بعض حب قاتلهم، وقد توشح بعض حب قاتلهم. إلى متى يصطفى الجرثوم والورم. إلى متى يصطفى الجرثوم والورم. إني رأيت مناما أن لي وجعا، إني رأيت مناما أن لي وجعا بين الحنايا، وذاك الشهد يضطرم، فذاك يسأل عن بيت وعن متع، وكلهم خاسر والعلج ينتقم. لاذوا فرادا ومثنى جوقة رزئت، وثلة يستحيي من صمتها الندم. لاذوا فرادا ومثنى جوقة رزئت، وثلة يستحيي من صمتها الندم. من لم يذد شرفا أفضى به عمر، إلى الهوان وأفنى حلمه الوهم. من لم يذد شرفا أفضى به عمر، إلى الهوان وأفنى حلمه الوهم. أما وقد بلغ السيل الزبا شررا، واستأسد البوم بل واستعمر البهم. بيض الوجوه أماليدا وبهكنة، حورا وعينا وكل قلبه شبم. غلم الكرام حري أن يلازمه، غرم السوام إذا أعياهم الخرم. أما وقد بلغ السيل الزبا شررا، واستأسد البوم بل واستعمر البهم. بيض الوجوه أماليدا وبهكنة، حورا وعينا وكل قلبه شبم. غنم الكرام حري أن يلازمه، غنم الكرام حري أن يلازمه. غرم السوام إذا أعياهم الخرم. إني سئمت وعودا لا خلاق لها، ومن به همة بالسيف يعتصم. إني سئمت وعودا لا خلاق لها، ومن به همة بالسيف يعتزم. ومن به سقط لا حلم يرفعه نحو العلا أبدا، لا الخوف لا الصمم. فعابد الجبن خوفا من هوازيف، كشاري الموت لا تعلو به الهمم.
فعابد الجبن خوفا من هوازيف كشار الموت لا تعلو به الهمم. أسائل النفس كلما خوى جبل، أسائل النفس كلما خوى جبل من الشموخ من العلياء أين هم؟ أسائل النفس كلما خوى جبل، كلما هوى جبل من الشموخ من العلياء أين هم أولئك الأسد؟ والضرغام من نفر غضنفر خشيته العرب والعجم. أين الأبات الحماة البسل؟ إن هتفوا تزاورت وانمحت من بأسهم أطم. أين الذين أزاحوا الهون عن أمة وزلزلوا الأرض زلزالا وما سئموا حتى أشاحوا علينا مجدهم سؤددا بعناه ما بقيت في أيدينا الحطم. بلى أين الذين أزاحوا الهون عن أمة وزلزلوا الأرض زلزالا وما سئموا حتى أشاحوا علينا مجدهم سؤددا بعناه ما بقيت في أيدينا الحطم. وصفد الوطن الزاهي، وصفد الوطن الزاهي المدى شرفا وغادرت حسنه المقنين والبغم. وصحرت غابة الآمال واندلقت من الفؤاد دموع طعمها سحم. ورجرجت أنة المفجوع صارخة هنا العويل هما بلواه مديم. من المذلة والتنكيل ما طفقت تزاحمت في ربان القتل والغرم. وحشرت أنفس للموت إذ حشرت وبارجات الخنا تصطك ترتطم. الناس في شغل من أمر ساعتهم، الناس في شغل من أمر ساعتهم وأمر أولاء لا لاء ولا نعم. الناس في شغل من أمر محنتهم وأمر أولاء لا لاء ولا نعم. عذاب عاد ونوح صالح أيكة حاقت بنا ويحي لا عزم ولا عظم. كأنما الدنيا أقمار ووشوشة من العناق وحب تاجه نجم. ماذا أقول فعزمي لا يقاسمني هذه المهانة ليت العقل يعتصم. ماذا أقول ماذا أقول فعزمي لا يقاسمني هذه المهانة ليت العقل يعتصم. فقشعم القوم عقل استبد به كقشعم الرأي لا هضم ولا هضم. زمت به أنفس ضيقت معيشتها كما تزم حلوق حلمها قزم. باعوا السجنجل والأعراف شاخصة حتى الربارب فيها حاقها ألم. ددوا عقودا وقرنا خانه جلد وكلهم باسط أحصاهم الغرم. بثوا وذاعوا فحيحا من مراصدهم وسموا الإفك إعلاما وما علم. باعوا السجنجل والأعراف شاخصة حتى الربارب فيها حاقها ألم. ددوا عقودا وقرنا خانه جلد وكلبهم باسط أحصاهم الغرم. بثوا وذاعوا فحيحا من مراصدهم وسموا الإفك إعلاما وما علموا أن الذي قد سرى من بوقهم سفها بالضان لن يجمعا الحل والحرم. جهل وزيف، جهل وزيف أتنا عقل ناشئة باسم المراصد أفنت تلكم الرجم. أخبار سائلة عن فقد والدها أحلام أرملة قد هدها السأم. وعيطبول مضت في من حب مؤنسها تخالل الهم أثقالا لها رزم. دعجاء دامعة بهناء حائرة وعيطموس زرى من دمعها الرغم.
وأقفر المسجد الهطال من شعل علما وفقها وخلقا دأبه قيم كنيسة لو رآها القدس كيف بدت مباحة بعد أن كانت لها حرم. وأقفر المسجد الهطال من شعل علما وفقها وخلقا أو وخلقا دأبهم قيم كنيسة لو رآها القدس كيف بدت كنيسة لو رآها القدس كيف بدت مباحة بعد أن كانت لها حرم. وأجدبت مزن الأموال واحتبست أسواقها ذمن أرقامها العدم. وأغلقت في وجوه العقل جامعة تبكي مدارجها تاريخ ما هدموا. افرنقعت أسر كان السراج بها أب هميم وأم زادها الكرم. كل يسائل عن خل وعن ولد قد شاقها الأعين المحزونة الوخم. وأغلقت في وجوه العلم جامعة تبكي مدارجها تاريخ ما هدموا. افرنقعت أسر كان السراج بها أب هميم وأم زادها الكرم. كل يسائل عن خل وعن ولد قد شاقها الأعين المحزونة الوخم. شاب الوليد كما شابت عنادلها مزارع الحقل إذ تجثو به الضيم. ماذا تبقى إذن يا أمة نكبت أفيقوا من وهمكم قد قال ربكم. ماذا تبقى إذن يا أمة نكبت أفيقوا من وهمكم قد قال ربكم. عيشوا كراما بهاليلا معززة عيشوا كراما بهاليلا معززة أو قاتلوهم كما أوصاكم الحكم. ذاك المثقف والدجال يجمعه مستنقع السوء يعدو منهما اللخم. باسم الثقافة والتحديث كم سدرت أنصاف عقل وعلم زادهم لؤم. هذا الدعي الغوي الغر قد نعقت أدرانه ما حواها الفقه والفهم. ذاك الجهول غدا دارا معنونة يستاف من قيحه الهيمام والغلم. ذاك الجهول غدا دارا معنونة يستاف من قيحه الهيمان والغلم. جاسوا على وأدهم عمدا ومحمدة حتى عفتهم سدى من عدها الأرم. حاقت مشارفها ضيقت حلاقمها تشاطرت أمنة في البؤس تقتسم. إن تصدقوا الله ينصركم بواحدة يلبسكم فرجا عدلا هو الحكم. إن تصدقوا الله ينصركم بواحدة يلبسكم فرجا عدلا هو الحكم. يا أيها الناس من عرب ومن عجم عيشوا حقيقتكم فالحق لا يسم. يا أيها الناس من عرب ومن عجم عيشوا حقيقتكم فالحق لا يسم. دكوا مضاجعكم هدوا معاقلكم إلى متى يعبد التمثال والصنم. دكوا مضاجعكم هدوا معاقلكم إلى متى يعبد التمثال والصنم. تلك العناوين والأحزاب ما قويت تذود عن رسمها فكيف تعتصم. تلك العناوين والأحزاب ما قويت تذود عن رسمها فكيف تعتصم. وكيف تأتي بآمال مشرفة نامت على فرش أعطافها نقم. استمرأت نفسكم تقبيل شاردة ومضحكات عفاها القبر والرجم. لن يحصد الحقل مهلا غير زارعه ويلقط الحب ذاك الزارع الفهم. لن يحصد الحقل مهلا غير زارعه
ويلقط الحب عفوا، ذاك الزارع الفهم من كان في عزمه صدقا وتضحية، وليس من قد كواه الإفك والغمم. الناس قد سئموا أخبار مؤتلف، أنباء مختلف أفناهم الكلم. الناس قد سئموا أخبار مؤتلف، أنباء مختلف أفناهم الكلم. منيتم الأنفس الكلمة بنازلة، حصاد من كذبوا أضغاث من حلوا. كم مرة تليت أسماء دولتكم، كم مرة تليت أسماء دولتكم في مغرب الأرض لا تعلو بها قدم، ومشرق الأرض يرنو لا فواق له، يفتر من حلمكم الشيب والهرم. كم مرة تليت أسماء دولتكم في مغرب الأرض لا تعلو بها قدم، ومشرق الأرض يرنو لا فواق له، يفتر من حلمكم الشيب والهرم. مات الرئيس وما ماتت غوايته، مات الرئيس وما ماتت غوايته، ما هكذا تشتهي أعطانها النعم. وكم نصبتم خيام تأبين ولهن، وكم نصبتم خيام تأبين ولهن، تعازي فرعونكم هامان يبتسم. أتقتلون سميا لا عزاء له، كأنما موته في أرضكم نعم. سيقتفي ظلكم فرعون من معه، حتى يخور الهوى في وهمه الوهم. سيقتفي ظلكم فرعون من معه، حتى يخور الهوى في وهمه الوهم. فرعون قال لكم لا أرض تكلؤكم، فرعون قال لكم لا أرض تكلؤكم، لا ولا أبدا كف ولا قدم. تصول في أرضكم تلقى أمانيها، جهنمي فيكم تصلى وتحتدم. تصول في أرضكم تلقى أمانيها، جهنمي فيكم تصلى وتحتدم. وتلعقون لظاها غدوة وعشا، هذا جزاؤكم ما قلت ربكم. وتلعقون لظاها غدوة وعشا، هذا جزاؤكم ما قلت ربكم. نصبتموني إلها دون ما رسل، نصبتموني إلها دون ما رسل. أهكذا يعبد السفاح والجهم، أهكذا يعبد السفاح والجهم. أهكذا يرتجى من كله حسد، أهكذا يصطفى من عمره سقم. من خيره دمن، من أمنه مرج، من حقه مزن، من دمه ديم. نصبتموني إلها دون ما رسل، فرعون قال هكذا. تصول في أرضكم تلقى أمانيها، جهنمي فيكم تصلى وتحتدم. وتلعقون لظاها غدوة وعشا، هذا جزاؤكم ما قلت ربكم. نصبتموني إلها دون ما رسل، إذ لكل إله رسل. الفرعون قال أنا نصبتموني إلها ولم أرسل لكم رسل، نصبتموني إلها دون ما رسل. أهكذا يعبد السفاح والجهم، أهكذا يرتجى من كله حسد، أهكذا يصطفى من عمره سقم. من خيره دمن، من أمنه مرج، من حقده مزن، من دمه ديم. هون عليك نفسي تحدثك، هون عليك فكل يرتقي درجة، هون عليك فكل يرتقي درجة. إن الزنيم بماء الفسق ينقطم، هون عليك فقلبي لا يطاوعني،
وخل عنك الحساد لا أبا لهم. يحيى العزيز عزيزا في مدارجه، يحيى العزيز عزيزا في مدارجه، حتى وإن قد طغى في ربعه السجم. من يشرب العز نهرا لا يخالجه، يأتي وفي قلبه الإعلام والقلم. سأبلغ المجد حتى لا أرى شهبا، وأسمع الحق من في قلبه صمم. من يشرب العز نهرا لا يخالجه، يأتي وفي قلبه الإعلام والقلم. سأبلغ المجد حتى لا أرى شهبا، وأسمع الحق من في قلبه صمم. مارس 2019، ملبورن، أستراليا. تلك كانت الميمية مشاهدي الكرام، وقد تحدثت عن قصتها وهذا الوجع الكبير. وبعد الميمية توالت عندي القصائد الطوال. جاءت الرائية، وجاءت اللامية، وجاءت النونية، وجاءت الحائية، وجاءت القافية. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أسوح في كل حروف اللغة العربية وأكملها بحوله تعالى إن شاء الله في قصائد طوال. أشكر لكم مشاهدي الكرام حسن الإصغاء والمتابعة، وآسف على الإثقال عليكم. هكذا هو الشعر، فيه وجع وفيه أنين وفيه أشياء كثيرة. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. برنامج مع اللغة العربية يأتيكم من قناة السلام الإعلامية المباركة، من إعداد وتقديم محدثكم أحمد شريف. تحياتي مقرونة بتحايا الزملاء الفنيين والمخرجين الذين يخرجون الحلقة بالثوب الذي ترونه أمامكم. شكرا لكم وشكرا لله أولا وأخيرا. ألتقيكم بحوله تعالى في الحلقة المقبلة. حتى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.